السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في ممشى أهل مصر. رحنا نتمشى شوية من فوق على الكورنيش من بره. ممشى أهل مصر ده معروف، يعتبر قدام كورنيش النيل. كورنيش النيل لقينا صدمنا. بصوا يا جماعة، التكييفات دي محطوطة على ممشى أهل مصر اللي شايفينها دي. التكييفات بتاعة المطاعم اللي تحت كلها واخدة الصف، وموقفين بودي جارد بتوع إدارة المطعم إن ممنوع حد يقف هنا خالص. بصوا موقفين إيه أهو، بودي جارد أهو بتاع أمن كده وبعضلاته وبتاع. لو سمحت ممنوع الوقوف. كل اللي واقف يقول لو سمحت ممنوع الوقوف هنا. ليه؟ قالك إدارة المطعم منعه عشان حاطين تكييفات وأجهزة بره في الممشى. ما تعرفيش تقف تبص، حد يقف يبص على الممشى نفسه، وطبعا حاجة سيئة جدا في الجزئية دي بالذات. طبعا الناس بتدفع تذاكر وبتنزل تحت تقريبا ب20 25، الله أعلم النفر. هنشوف في مكان تاني مصرح بيه يقف وأحسن قدام شوية، لكن المكان ده إدارة المطعم اللي منعه. أهو ده المكان التاني يا جماعة، أهو مكان جميل جدا قدام شوية. ممكن ننزل تحت، بندفع برضك تذاكر زي ما انتم شايفين الممشى اللي تحت. والجزء اللي فوق ده اللي احنا واقفين عليه بصور منه كويس. انا مش شايف حد منع حد، ومفيش اي مطاعم تحت تمنع. انما اللي هناك كان مطاعم حاطه كل اجهزه التكييف بره في الشارع، وموقفين رجال امن وناس بتوع بودي جارد بيمنعوا الناس وبيتخانقوا معاهم اللي يجي يقف في الحته دي، وحاطين حواجز حديديه وحاجه غريبه او حبال في الجزئيه دي كلها. يا ريت الموضوع ده يتنظم شويه. المنظر من فوق زي ما انتم شايفينه كده اهو، الناس واقفه دي وناس واقفه عادي. هي الحته دي كويسه قدام شويه. دي قدام البنك الاهلي كده اهو، فيها لفه حلوه وجميله، الجو جميل جدا. فيها نافورات في الممشى من تحت، بس ما نزلناش طبعا. انا بصراحه كان معايا الفيسبوك وخايف تتسرق بره، فاضطريت ان انا اقف انزلش اتصور لكم المكان من فوق اهو. المكان من بره اهو يا جماعه، ده المكان الكويس اللي ما فيش حد مانعه. انما قبليها ممنوع. موقف 3 بودي جارد بتوع المطاعم، ممنوع حد يقف عشان أجهزة التكييف اللي بره وأجهزة المداخن والحاجات دي كلها. طبعا ده ما يصحش، طبعا ما يصحش ان في بودي جارد يبقوا واقفين مانعين الناس تبص على النيل بتاع ربنا او تشم هوا. عاملين مسافة كبيرة يعني، ممنوع حد يقف. حبال وحواجز حديدية كأن مرور للموانع، غير البودي جارد اللي واقفين نفسهم. تيجي تقف لو سمحت ممنوع. ليه يا سيدي ممنوع؟ قالك إدارة المطعم هي اللي منعة كده. مأجر بلطجية وبودي جارد عشان يمنعوا الناس انها تقف تشم هوا بتاع ربنا وتتفرج على النيل. عملية صعبة. وامبارح والمرة اللي فاتت في الفيديو اللي قبل كده هوريهولكوا، ما رحنا كوبري الساحل منعونا نقف. ليه يا عم؟ قالك عشان فيه بتوع الحمص جايين، ناس بيبيعوا حمص بيمنعونا ان احنا نقف على كوبري الساحل من فوق. فحرام يعني، الفقير يعني ملوش يعني حق للفرجة للكلام ده ولا ايه بالظبط؟ مش عارف. بنتمنى ان الحاجات دي تتظبط. النيل ده بتاع ربنا والهوا بتاع ربنا وللكل. يعني الناس اللي معهاش فلوس مثلا بلاش تنزل، بلاش تشم هوا، بلاش تشوف النيل. عملية صعبة. وطبعا اي حاجة بتشتريها ولا بتاع تحت بتبقى نار. حاجة ام 10 جنيه بتبقى عندهم ب100 جنيه. لو كوباية شاي يقول لك 40 50 جنيه اقل حاجة. طبعا في مراكب تحت عامل لها اماكن. طبعا عشان تنزل المراكب دي لازم تدفع ال20 جنيه عشان الممشى، عشان الممشى قدامه مرسى المراكب ده. وان شاء الله نوريكم حاجه جديده في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.